حوشت فلوس وقررت تشتري تلفزيون جديد، وعملت سيرش على النت ولقيت الموضوع كبير شويه، لقيت حاجات اسماء غريبه والتكنولوجيات غريبه وفرق الاسعار كبير قوي من نفس حجم التلفزيون اللي انت عاوزه. ورحت المعرض وبرضه لقيت الموضوع كبير، وسالت اللي واقف المعرض وحسيت انك انت برضه مش مقتنع قوي، او حسيت ان هو بيوجهك ناحيه ماركه معينه. اسمع مني الدقيقتين دول واوعدك هتكون فاهم في التلفزيونات زي اي واحد خبير، من غير اي مصطلحات وتقنيات معقده وشرح ملوش اي لازمه. عاوزك تعرف حاجه واحده، التلفزيونات الحاليه يا اما تقنيه اسمها LED او الأوليد. LED يعني في لمبات بتنور الشاشه من ورا وهي اللي بتديها الاضاءه والصوره. الأوليد ما فيهوش اي اضاءه من ورا. LED في منه تكنولوجيات مختلفه شويه، كل ما الدنيا بتتقدم كل ما التكنولوجيات دي بتتحسن. اول حاجه اللي بدات اللي اسمها الإيدج او الحروف إيدج LED. اللمبات موجودة على حروف الشاشة، يا إما من تحت أو من فوق أو الاتنين، وبالتالي نفهم إن الإضاءة مش متوزعة كويس لأن هي في الحروف، والإضاءة ما بتبقاش أحسن حاجة، والصورة بتبقى باهتة شوية وتفاصيلها مش أحسن حاجة. اللي بعدها كان التقدم في حاجة اسمها دايركت LED. اللمبات بقت متوزعة على الشاشة، فبالتالي الإضاءة بقت أحسن وبقت متوزعة بشكل أحسن والصورة بقت أوضح. وده في رأيي أقل حاجة تقدر تروحها وانت بتشتري تلفزيون جديد. الموضوع تقدم. الدايركت دي اللي احنا قلنا عليها اللمبات موجودة ورا بتنور وتفتح في نفس الوقت كلهم مع بعض، فكانت الصورة مش أحسن حاجة في حاجة مثلا مشهد زي الشروق أو الغروب. الشمس موجودة في جزء من الشاشة منور والدنيا حواليها مش بنفس قوة الإضاءة الشمس، فلما الإضاءة كلها بتنور في نفس الوقت ما كانتش بتدي صورة واقعية. احنا عاوزين اللي ورا الشمس يبقى منور أكتر من بقية جزء الشاشة، فعملوا تقنية جديدة اسمها الفول لوكال أري ديمينج. عارف اسمه طويل، احفظ بس الشكل بتاعه، أو اللي هو هتلاقيه باسم لوكال ديمينج. الكلمتين دول حسنوا من الوضع ده. اللمبات ما بقتش كلها بتنور في نفس الوقت، لا ممكن لمبات في جزء من الشاشة تنور اكتر من الجزء التاني، فبالتالي مشهد زي مشهد الشروق والغروب ده اللمبات اللي ورا الشمس هتنور اكتر، اللمبات اللي بعيدة هتقلل الاضاءة، فبالتالي الصورة هتكون اوضح، الاضاءة احسن، التفاصيل احسن، الالوان بتاعت الشاشة كمان هتبقى احسن. طوروا من شاشات ال LED، وفي بقت حاجة اسمها الكيوليد، وبيلخبط ناس كتيرة بين الكيوليد والأوليد، لا دول مختلفين تماما. كيوليد هي LED في الاخر وبتيجي باسماء تانية على حسب الشركة. باختصار هي نفس التقنية بتاعت ال LED بس بقت متقدمة ومتطورة، الصورة بقت احلى والالوان احسن والسطوع والاضاءة بتاعت الشاشة بقت احسن. اللي جرب الشاشات دي هيلاقي فعلا في فرق بينها وبين ال LED الدايركت او الإيدج او ايا كان. اخر حاجه تقنيه تعرفها اسمها الميني LED. هي من اسمها ميني LED، ميني يعني اللمبات اللي احنا قلنا عليها ورا الشاشه بقت صغيره جدا. دي هتدي تفوق في مشهد زي مثلا اللي قلنا عليه بتاع الشروق والغروب. اللمبات بدل ما هي كبيره مثلا وحجم الشمس صغير فالاضاءه ممكن تبقى باهته على اللي حواليها، لا انا عندي اللمبات بقت صغيره جدا فتقدر تنور بشكل افضل للحتت اللي هي عاوزه تدي فيها الاضاءه. فلذلك الميني LED هو احسن حاجه في ال LED. اضاءته حلوه جدا، الصوره احسن، السواد في الشاشه في المشاهد المعتمه بيبقى ممتاز، سطوع الشاشه بيبقى احلى والالوان بتبقى احسن. بس طبعا كل حاجه بحسابها، في موديلات منه بتبقى قريبه جدا من الأوليد وقد تتفوق في بعض الاحيان. اذا يعني عاوز تفهمني ان ال LED ده كله لغايه اخر حاجه اقل من الأوليد بشكل عام؟ الأوليد هو التكنولوجيا المتفوقة في الشاشات لغاية دلوقتي. في تحتيه كذا برضو تكنولوجيا، بس مش لازم تعرف كل حاجة، لازم تعرف بس ان الأوليد لما تشوف الكلمة دي في الشاشة اعرف ان دي تقنية مختلفة عن الشاشات العادية، واللي هي مفيش لمبات فيها خالص زي ما قلنا. في حاجة في الشاشة اسمها بيكسلات. البيكسلات دي بتنور، بتدي صورة او بتقفل تماما، ما بتديش اي لون او صورة. لذلك في مشهد تاني زي الشروق ده الحتت اللي فيها ضلمة مفيش اي لمبات محتاجة لا تنور وتقلل اضاءة او اي حاجة، لا البيكسل بيطفي النور خالص، فالسواد بيبقى سواد فعلي. لذلك حتى لما تيجي تقرا في مواصفات التلفزيونات حاجه اسمها الكونتراست او التباين، اللي هو بيشوف الفرق بين اللون الابيض والاسود وقد ايه درجه الاسود بتبقى فعلا سوداء. دي بتفرق قوي في المشاهد الضلمه، الناس اللي بتحب افلام الرعب والحاجات دي يبقى المشهد فعلا اسود، مش رمادي غامق، مش اسود باهت يضيع لك تفاصيل الصوره. فالكونتراست ده في الشاشات مثلا هتلاقي ارقام زي 1 ل1000، 1 ل5000، 1 ل10000، 1 لمليون. في الشاشات الأوليد هتلاقي الكونتراست كاتب لك 1 لما لا نهايه، لان هو مفيش اسود، هو مش لون اسود، لا هو البيكسل بيطفي، هو سواد تام.
ولذلك صورة الاوليد فعلا بتبقى احلى. جرب الاوليد هيعرف الفرق بينه وبين التلفزيونات العادية. الوان، سطوع، طرس تباين، تفاصيل في الصورة بيبقى احسن. عيبه طبعا انه اغلى، وفي عيب تاني اللي هو حاجة اسمها البيرن، اللي هو يعني الشاشة في جزء منها في البكسلات بيتحرق فبيعمل زي بصمة على الشاشة، وده ما عادش موجود زي الاول مع التكنولوجيا والتقدم والحاجات دي. وبس كده عرفنا الفرق. يا رب تكونوا استفدتوا. اللي عاوز يسأل على حاجة يكتب لي في الكومنتات، ومع السلامة.